حوار حصري مع السيدة مليكة زوجة سي الهادي، ربي يشفيه. واليوم حسينا فجعة كبيرة ياسر من جماهير الملعب التونسي اللي هو ولده وتحبه برشا وفجعونا، والحمد لله باللطف. شنو تنجم تقول لجماهير الملعب التونسي اللي تفجعت على سي الهادي؟ يعطيهم الصحة وياخذ بخاطرهم، فهمت؟ واللي يحب هادي الكل يدعي له بالشفاء، خاطر بالحق تعب هو، فهمت؟ صحيح دعاية اللي هو مات، أما تعب وربي يشفيه، واللي يحبوا الكل يدعي له بالشفاء، فهمت؟ وربي يفضلكم. هو راهو يموت على البقلاوة ودمه أحمر وأخضر وروحه البقلاوة. تنجم تحكي لنا على حالته الصحية؟ تعب برشا هادي، راهو ديجا في السو ماشين يخدموا فيه بالماكينات، ومنين نجي نسالهم يقولوا لي مدام راهو راجل تعب برشا، قلبه ضعف على الاخر وكل شيء كتبت ربي، هو مازال عمره وكهو. شنو تقول اللي سربوا الاشاعات هذه من اذاعات؟ ربي يهديهم، ربي يهديهم. ما عرفتش منين ديجا خرج الخبر هذايا، تقبل الاذاعه كله؟ ما فهمتش انا شكون اللي خرج الخبر، عنده ولاد وانا ولدي شعره مات سمع الخبر هذايا. اليوم سمعناها كيما الناس، ما حبيناش نفجعوك. ديجا كلمك سي عادل بوعلاق وحبي يقول لك شنو احواله وكل شيء، حبينا نعرفوا، فهمتني؟ انا انتم يعطيكم الصحه، ما ثماش شكون اللي فجعني طلبني قال لي طول بركه فيك، فهمت؟ بديت نصيح نقول له شكون اللي قالك الخبر، يعمل لي انا سمعنا. جيت نجري انا معايا ولدي الصغير ما مشاش يقرا ونجري، ما فهمتش كيفاش وصلت هوني. قالوا لي مدام ما تفجعش، دعايه الحكايه الكل دعايه، والناس الكل تسال عليه، العباد الكل تطلب تسال عليه، وربي يشفيه وربي ان شاء الله يهبط له الشفاء من عنده. الحمد لله ان شاء الله كل شيء باللطف، وان شاء الله عايش خويا ربي يشفيه ان شاء الله، ربي يخليك. عايشكم.